السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار يوميا بوصفة جديدة من وصفاتي. فيديو اليوم تخزين الملوخية، وهقول لكم على اسهل طريقة للتقطيع، وكمان ازاي تخزنيها اطول فترة ممكنة من غير ما تسود منك. اول حاجة لازم الملوخية تكون فريش والاوراق بتاعتها ما تكونش دبلانة. قبل ما نقطف اوراق الملوخية هننقيها الاول، هنشيل منها الورق الاصفر او اللي فيه بقع، الورقة الدبلانة، الورقة السودة، كل دي حاجات بتخلي الملوخية تسود. اسهل حاجة تقطفي بها الملوخية المقص، هيخليكي لو عندك 10 كيلو ملوخية تقطفيهم في وقت قصير جدا. وانا بقطف الملوخية باخد الجزء اللي فوق زي ما هو، بيكون 3 أو 4 ورقات مع بعض، بيكون الغصن او العود بتاعها من فوق طري مش ناشف، وبيدي عرق حلو جدا للملوخية وبيخليها تمط معاكي. وممكن تقطفي الملوخية بايديكي، ودي الطريقة المعتادة اللي احنا متعودين عليها، بس الطريقة دي هتاخد معاكي وقت شوية، مش هتكون سريعة زي المقص. اختاري الطريقة المناسبة ليكي. وانت بتقطفي الملوخية لو قابلك ورقة لونها مش حلو ارميها على طول، ما تضيفيهاش للورق. هخلص الكمية اللي عندي بنفس الطريقة وارجع ليكم تاني. هضيف الملوخية المصفى واخدها اغسلها كويس جدا تحت الحنفية، وبعدين اضيف الملوخية على فوطة مطبخ وافردها على الفوطة واسيبها تنشف تماما. ما ينفعش تخرطي الملوخية وهي فيها مية. اول طريقة هنخرط بيها الملوخية هنضيفها لاكياس التلاجة او اكياس التخزين، واخرج الهواء من الاكياس، واتني الطرف الاخير من الكيس لتحت. ما تخليش الكيس فيه هواء عشان ما تقطعش منك وانت بتخرطي الملوخية. انا المخرطة عندي حامية، فعشان الكيس اللي انا بخرط فيه ما يتقطعش هضيف عليه كيس كمان عشان يحفظ لي الكيس اللي فيه الملوخية. انضف واسهل طريقة ممكن تخرطي بيها. بلاش تخرطي الملوخية في الكبة او في الخلاط، بتتعجن وبتكون ناعمة زيادة عن اللزوم، ولما تيجي تطبخيها هتلاقيها بتسقط في الحلة ومش بتدي مطة حلوة معاكي. اول ما الملوخية تنعم معايا هشيل الكيس اللي فوق. هو الكيس لو هيتقطع معايا في البداية لان الملوخية بتكون عايمة والمخرطة بتنزل جامد في الكيس. ده قوام الملوخية، قوامها وسط، مش خشن قوي ولا ناعم قوي، وهو ده القوام المظبوط اللي يديكي ملوخية مظبوطة. وفي نفس الكيس وعلى الملوخية اللي احنا قطعناها هضيف شوية بشوية لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. يعني مش شرط تفضي الكيس عشان تضيفي فيه تاني، قطعي الملوخية على بعضها وبعدين لميها كلها على بعضها، او هتخليكي في الطريقة اللي احنا متعودين عليها. انا عن نفسي بفضلها، بس مشكلتها ان انت هتقعدي تجري ورا الملوخية في المطبخ كله. على مهلك شوية بشوية، اول ما تنعم معاكي اضيفي عليهم تاني لحد ما تخلصي الكمية اللي عندك برضو، وبعدين احفظي الملوخية كلها مرة واحدة. القوام بتاعها جميل جدا ومظبوط. جينا لأهم خطوة في الملوخية عشان ما تسودش منك. انا عندي 3 كيلو ملوخية قبل ما تتقطف او تتخرط، ومعايا كوباية مية سخنة مغلية، هضيف ليها اقل من عصير نص ليمونة. يعني نص الليمونة هاخد نصها بس مش هعصرها كلها، او معلقة كبيرة عصير ليمون هضيفها للمية السخنة وانزل بيها على الملوخية واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الملوخية تاخد القوام ده.
الخطوة دي هتخلي الملوخية ما تسودش لو قعدت معاكي أكبر فترة ممكنة في الفريزر، وتحافظ على لونها الأخضر الجميل ده، وكمان هتديك مطة حلوة للملوخية. دي طريقتي المفضلة لتخزين الملوخية، بعتمد عليها وما اقدرش اخاطر ابدا ان انا اجرب طريقة تانية. الملوخية من الوصفات الجميلة جدا اللي تقدري تقدميها في العزومات، تقدري تقدميها مع اكلات كتير، ومناسبة جدا مع المحشي والمشويات. تقدري تخزني الملوخية في علب او اكياس تلاجة. انا استخدمت اكياس تخزين سهلة الغلق، بتسهل عليا التخزين، وكمان مش بتاخد مكان في الفريزر. اضيف الملوخية للاكياس، ما تضيفيش في الاكياس كمية كبيرة، يعني على قد الاكلة بالظبط. ولو عندك عزومة تقدري تستخدمي كيسين او 3، لكن ما تمليش الكيس وتخرجيه من الفريزر، تاخدي الكمية اللي انت عايزاها، وعلى ما يفك معاكي ترجعي الفريزر تاني هتسود الملوخية منك. الملوخية بتطلع من الفريزر على الشوربة، ولو هتسيبيها برا الفريزر شوية قبل ما تضيفيها للشوربة، اخرها قوي 10 دقايق. هقفل جزء كبير من الكيس واسيب جزء صغير اخرج منه الهواء. حتى لو هتستخدمي اكياس التلاجة العادية خرجي منها الهواء، لان الهواء من الحاجات اللي بتخلي الملوخية تسود. هخزن الملوخية كلها بنفس الطريقة. الاكياس دي مش بتاخد مكان في الفريزر، وكمان لما بتخرجيها بتفك بسرعة. سريعا كده هنعمل طبق ملوخية عشان تشوفوا بس لونها والقوام بتاعها. طريقة الملوخية تستاهل وقت اكبر من كده، وان شاء الله هنزلها فيديو تاني على القناة. الكيس ده كنت مخزناه تقريبا بقالي اسبوعين، مش اللي انا مخزناه دلوقتي. هضيف الشوربة على النار، واول ما تغلي هنزل بالملوخية. الملوخية لونها اخضر كأنها فريش. الشوربة عندي مظبوطة، فيها الملح والبهارات. في طاسة على النار هضيف معلقتين زيت ومعلقة كبيرة سمنة بلدي، وانزل بمعلقة كبيرة توم مفروم. انا مش بحب التوم كتير في الملوخية، بس عشان يديني ريحة وطعم حلو انا استخدمت 5 فصوص توم. نص الكمية هفرمها والنص التاني هقطعه مكعبات صغيرة، هقول لكم ليه دلوقتي. وهنزل بنص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، وهقلبهم مع بعض لحد ما يوصلوا للون الذهبي ده. وبعدين اشيل التوم اللي متقطع مكعبات صغيرة واسيب التوم المفروم بس. الملوخية هتاخد غلوتين 2 بس مش اكتر مع الشوربة. هنضيف الملوخية لأطباق التقديم. انا بحب اقدمها في الطواجن الصغيرة دي. الملوخية ما شاء الله لونها حلو والقوام بتاعها جميل جدا. وعلى الوش هضيف طشة الملوخية، وبالهنا والشفا. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن.